باكر اذا ما يصير حل راح اضرب بالوضعيه كليتها، لان لهنا انا وصلت عدها، لهنا وكافي. باكر كل ولد الجروب تجتمع ونحل هاي الخلافات، ما انحلت والله لا اشتغل شغل ما اتوقع. شقد تهمبل معاود ابطل، معاود ابطل عيني شقد تهمبل تسوي الحبه بقيت نكبه، بقيت نكبه عيني شقد تهمبل. لك ادري مقتدائي هسه كذبت وهمبلت وسويت كلها ما يخالف، بس هم تشتغل شغل ما صاير. يعني مثلا شلون بالستوته ويا مزغربته على الحدادين لو ويا ميثاق بالمولده، لك انت بس لا تولد بيريه من تحمى زايد. يا ابو يا مالك لا يا عاشق لا، لك لا والله خطي. لا لا ملك لا لك وش ولا ليش يا معود ولا خليتنا نفرح يا معود يلا ما انت ما ولد تفضل يا معود يا كل حبيبي لا لا والله يا مقتدائي بعد اللي سمعته منك انصحك يعني تعوف الراب وتشتغل ملايه، الك مستقبل مو طبيعي. والله يا حسوني احنا اللي ندري بيه مقدم لنا مقتدائي فشي مميز، اكو فراقيات الاب والابن والام. هسه يعني مطلعنا مال 2013 فراقيات العدو، هسه هو مفارق النياج مالته عاشق رايه الله اكبر. وينك يا ابن الحرام، ترى هاي العالم من تهينك والله بك ما تلام. اسمعني يا ابن الزربد، اسمع ويلك يا محمود، نازل هينك واكسر عينك ولا خليك تركض. يا هشام دسبح فرح حليفه، يا هشام دسبح وانقح الجيفه. ابو العيور انت دا تغني والله دا تخيلك هسه انت صاحبة هشام وعايفك وجاي تعاتبه وتعال شنو تقول له؟ اسمع شنو تريد ينيجك؟ يقول لك والله مقتدائي دا يلزم العير يلطعه ما يعوفه الا يقطعه. يا ابو يا هي كلاب عراقيه، هي يا شله العوطيه، هي حيوانات همجيه، يا والله انتم بنظري قضيه. طبعا شباب الكل سامع الدس مالتي على جراوي عراقيه وهذا الكورس مالتي. خلينا نجي نسمع هذا الحيوان شلون يقلدني، بس يعني شلون تقليد مرعبات، سمعوه وانتم حكموا. هاي ملك العظميه وقع بيد ضحيه، هاي ملك العظميه باع البشر رجليه. لك حذائي حيوان، هسه من زي تنزل باللحن اللي انا نازل فيه ويسوي لي اعود يعني حرقه لحن وما اعرف شنو، انزل عدل لا تصير مطيع. يعني انت معادي بس مو تقبل اللهجه الجزائريه، صير يعني احكي فصحى احكي فشي. شنو اعظميه وضحيه؟ وين حبيبي يا ضحيه احنا برمضان بعد خليج العيد الصغير حتى تعطيك عيديه وعود فكر بالضحيه يا بطي. يا طالع حفله تحيه خاصه ملك العظميه. يلا قاعد قول انطلق. يابا مقتدائي من ناحيه الراب والسوالف بطله خلي تولي، ظل بهاي حفلاتك وتحياتك وما اعرف شنو وسوالفك التعبانه، لانه طلعت ساز عبيد اختك وانت ما تقول لنا حتى ما طلعك حفلات، ولو تكون لك حفله ومسرحيه يومين اضحك عليك. وهاي احدى حلقاتنا برمضان ان شاء الله، برمضان كله ان شاء الله نضحك عليك يا حيوان. يا ابو يا مالك يا شباب يعني بالنهايه سمعنا خبر انه مقتدائي هسه صار حامل، لان اكو واحد ناكه بالشات وركضه. منو هذا الناكك مقتدائي؟ هشام العبيد، هشام العبيد، هشام العبيد. باكر اذا ما يصير حل راح اضرب بالوضعيه كليتها، لان لهنا انا وصلت عدها، لهنا وكافي. باكر كل ولد الجروب تجتمع ونحل هاي الخلافات، ما انحلت والله لا اشتغل شغل ما اتوقع. وقمت تبالغ وقمت تبالغ يا عيني صرت تهنتي وانت بوخر واحد فارغ
هذا البرنامج مقدم من شركة حل حلقك للتصنيف والمسرحيات، وهذه الحلقة كانت مسرحية الضيز مقتدائي المعروف على عويل. بغداد الباب الشرقي حديقة